براحتك، طبعا. وقول لي ان كابتن حسام حسن سبب رحيلك من نادي الزمالك. طبعا كابتن حسام سبب رحيلي، بس هو مش فاهم وجهة نظره. الفكرة ان هو كان عايزني 2009. ده هو عايزني وانا 19 سنة عيل صغير، جاي تمشيني بعد ما لعبت 4 سنين في نادي الزمالك. يعني الفكرة فينا كابتن يعني، واللي جاي يا مينا برضو انت جاي من الاتحاد، ما جاش مع حد احترامي. يقعدك، ما جاش حد يلعب ما هو عليك بيلعب يعني. فين؟ انا بلعب في نادي الزمالك حتى لو انا اخطأت او انا عندي مشاكل. ما هو اللي جاي ده بيلعب فين؟ ما هو لو جامد اللي جاي ده وكانوا في نفس سني او اكبر مني بسنتين كمان، كان جم من بدري قبل ما انا اروح النادي. فانت خلاص انت حققت حاجه وانت عيل صغير، وهم برضو نفس السن بتاعك وجوهم النادي عليك. يعني انت خلاص اتحطيت في الضغوط، اللي بيلعب بقى في الشرطه ولا بيلعب في الاتحاد واللي بيلعب في يبقى خلينا نقول ان كابتن حسام حسن السبب الاول، ظلمني. ان سبب السبب رئيسي. الاول. طبعا. اتكلمت معاه؟ لا لا لومته؟ لا لا خالص. هو اتكلم معايا بعد ما مشيت من النادي، وهو مشي. هو كمان كان مسك النادي الاتحاد. كان عايز ايه؟ بيقول لي ما شاء الله، لا بيتكلم معايا بيقول لي صلاح انت كنت بتبرق لي ليه؟ انت بتحبنيش؟ انت كنت بتبرق للدنيا كلها، والله انت العظيم. بتبرق لاي حد، اي حد لو هو الولد مش اللي على. بيحدف لك الكوره برافو بتبرق عليك. له. لو انا مثلا مضايقني في تفاصيل او مش قادر استوعب اتبرق منه له مش حاجه تضحك. ومش على نفس فكرتي، ماشي. بس هو انا مش ببرق يعني. هو الكابتن كان واخدها انه صلاح ممكن تصريح ميدو، ان ميدو هيبقى مدرب جامد فاهم. برضه خدوا ازمه، ده انت بتحب ميدو بقى يا عم وانا. بس هو طريقته يعني، ويمكن انت اتمرنت معاه، هل فعلا زي ما بنشوف كابتن حسام حسن ممكن يكون قبل كده؟ دلوقتي اكيد كل واحد بيشتغل على نفسه، بيزعق ويشتم اللعيبه وفي لا لا لعيبه لا بترفض، لا لا مفيش مفيش الكلام ده. شتيمة. هو الفكرة من جواه انت بتبقى شخص حماسي او فهو عايز يطلع احسن حاجة منك. لكن ما بيغلطش في حد، ما بس هو الغلط عنده ان هو بيقارن بحسام حسن. ما ينفعش يا كابتن مصر. مم. يعني ما تقارنش اللعيبة بيك او امكانياتهم بيك او نفس العزيمة والاصرار بتاعك زيهم. لا لا لا، تفضلش تحط نفسك في مقارنة مع اللعيبة. انت اقوى. ما هو لما بيحط نفسه في مقارنة مع اللعيبة يمين وعايزك تعمل نفس الاداء بتاعه، هو بيضغطك انت. مم. بيزعق بقى وانت مش فاهم. انما الكابتن موضوع الشتيمه والكلام ده لا لا لا. اتقال انه كابتن حسام حسن قال ان صلاح سليمان بيعمل نفسه مصاب، وده كان سبب من الاسباب. برضه انا تاني مالي يا نفس كابتن؟ الحاجه. السبب بيعمل نفسه انا مالي؟ مصاب. انا عايز اسالك سؤال، ماشي انا مالي؟ ماشي. وانا ما اللي هو قلت، اتقال ماشي. انا اللي ما قلت يا كابتن. فاهم كابتن كنت الفترة. ساعتها لسه ركزت. قد كده واتفرج على التلفزيون يا كابتن. لا عادي يا كابتن، ماشي. قد الدنيا. حبيبي. هو انت فعلا كنت بتمثل بصراحه؟ والله العظيم ما حصل. يعني في انا اوقات كده عارف لعيب ينزل من بيته وانا مش طايق نفسي، ان النادي مش بيديني فلوس، بتشتم، عايز ابعد شويه، مش عارف ايه، مش مين ماشيه معايا. انا بلعب مم. مش ماشي معايا. فين احنا واخدين كاس مصر واحسن واحد وبروح منتخب مصر. ده انا الفتره اللي انا ماشي فيها دي بسبب مشكله مع الكابتن، ان انا راح اكلمه بقول له ان الكابتن اسامه نبيه بيسالني هتلعب الماتش الجاي صلاح ولا لا بتاع افريقيا، عشان كنت اللي قبله مصاب وما لعبتش. فبسال الكابتن حسام بقول له كده، قال له يا عم صلاح يعني اسامه كلمك ماشي. وراح مخبط لي كده. بقول لك ايه، كان ناقص ينزل جنش في احلف نص انك عمرك ما مثلت، اقسم او بالله عمري. عمرك ما يعني والله العظيم قلت انا عمري. مصاب. والله العظيم انا عمري مصدقك بجد. والله يعني. لا بجد لا. ندمت انك مشيت نادي الزمالك؟ ندم كبير قوي يا مينا بجد. طيب يمكن كنت سهل تبقى في مكان بعيد قوي. والله بجد سهل قوي كمان. وهم لعيبه الكوره نفسهم كانش في ستوبر او ثيرد باكات كويسين مفيش. يعني، اللي هو الفارق مش كبير يعني. عادي يعني مع كله عادي يعني. انت لعبت وانت عيل صغير في وسط اللي هم العمالقه بقى فاهم. يعني ايه هتخاف من مين ولا تعمل ايه؟ انت لاعب وانت صغير. كابتني في حته، في حد وقع بينك وبين جمهور نادي الزمالك في يوم من الايام، صحينا لقينا الجمهور رفع يافطه، فاكرها؟ طبعا. مكتوب عليها ايه؟ للغدر عنوان صلاح سليمان. كبيره قوي انه يتقال للغدر عنوان صلاح سليمان. تلف الايام وينادوا عليك اليومين دول في المدرج، وهنحكي كواليس سوبر افريقيا، ولكن ليه او مين السبب ان يبقى كان في مقوله او المسج في المدرج للغدر عنوان صلاح سليمان؟ وعايزك صريح، يمكن تكون دي رسالتك يعني. طبعا يا كابتن هي زعلتني جدا، بس هي تفاصيلها سوء تفاهم. ومش مع الوقت والزمن الجمهور بينادي لصلاح، لا بالعكس، هي بعدها بيومين على طول. سبب المشكلة الله يرحمه طبعا ويرحم الشهداء جميعا عمرو حسين، الله يرحمه يا رب. في الفترة دي كان مفيش كورة ولا في رعاية ولا في أي حاجة، أنت بتلعب أفريقيا.
فانا كان عندي غضروف باهل مم. مع الدكتور حسام الابراشي، خلصت على العلاج الطبيعي وكملت فيه مع مم. دكتور عمرو المطراوي. فحد جالي هناك في الجيم عند دكتور عمرو المطراوي يصور معايا مم. بس، فبتكلم عادي، الكلام الطبيعي اللي بيحصل. بقول لو ممدوح بيه ما بيدفعش فلوس احنا مش هنعرف نسافر ولا نروح بقى افريقيا ولا نلعب ماتشاتنا، مم. ما فيش اي حاجه ولا اي فلوس بتيجي. مم. ده كان امتى؟ ده قبل موت عمرو حسين بشهر ونص، والله العظيم اقسم بالله ده بجد. مم. فما تعرفش اللي الله حصل. يرحمه، الله الله يرحمه. يرحمه طبعا. بعدها بيومين بابا، انا طبعا كنت في العزاء، ومش انا لوحدي، اللعيبه كلها طبعا لعيبه الزمالك، مم. كنت انا واحد منهم طبعا. فان هم طلعوا لي اليافطه وهي طالعه كمان، الفيديو نزل لي ساعه موته، بعد يموتوا بيومين. فيديو بتقول فيه ايه؟ ما انا بحكي ده، ازاي انت تقول على ممدوح عباس بيدفع واحنا بنحبك وانت ابننا ولسه كان في مشكله حاصله يعني بعدها على طول. برافو عليك. فهم طب. نزلوه في في التوقيت بتاع موت عمرو حسين وبعدها بيومين اصلا الجمهور ولا هو صلاح سليمان اهو عادي، وبابا عمرو حسين في ايديا وتمام. ساعتها ما كانش في سوشيال ميديا ان صلاح سليمان يرد، يمكن لو زي دلوقتي كان صلاح هيطلع يرد في فيديو والموضوع خلص. ولكن شايف انه دي سبب فيها حد مش بيحبك وعارف ان الفيديو ده متصور، ولا هي شطاره من صحفي حب يولع الدنيا؟ اكيد شطاره بالسلب طبعا يعني. هو اكيد حد، وهي مش مفهومه طبعا. الصحفي، طب ما هو الصحفي لو عايز ينزلها كان نزلها قبل كده، مم. هو ليه نزلها لي ساعه موت عمرو حسين؟ مم. ممكن يبقى حد من التيم، ما الله اعلم، حد من بره التيم صحفي عايز يعمل لي مشكله، ايا كان ميوله ايه، او هو مش بيحب صلاح، مم. شخصيه صلاح. بس هي مش مقياس حب النادي الزمالك ساعتها الموقف ده، بالعكس انا بقول لك الجمهور على طول، وانا في انبي بيشجعني، وانا في اي مكان بيشجعوني بجد. اتسلمت للجمهور المره الثانيه وانت ماشي من الزمالك؟ وانا ماشي للزمالك اتسلمت للجمهور ومجلس الاداره، اللي هو صلاح ده هيشتكي النادي، ده صلاح بيشتم في النادي وعايز يلعب. ازاي صلاح بيشتم في النادي؟ طب ما صلاح بقاله 3 سنين مش بياخد فلوس وعمره ما اعترض وبيلعب اساسي وعلى طول موجود. فتفاصيلي كانت صعبه. هل اشرب كنت قهوة. فعلا اشرب قهوه بلا مش شايفها، ولكن مم. هل كنت فعلا قريب انك تروح تمضي في النادي الاهلي؟ لا بعيد. ما حصلتش. هو حصل كلام مع من مين؟ الوكيل بتاعي، مين اتكلم كان معاك؟ ايام الكابتن وائل جمعه، كان الوكيل بتاعي كان مدير كوره ساعتها الكابتن وائل جمعه، مم. مع اتكلموا معاك الوكيل بتاعي. وانت قفلت لا الموضوع؟ انا ما انت بعيد خلاص، انت كادر نادي الزمالك وخلاص، ورحت نادي انبي. وعلى فكره انا اخترت انبي جمهور ومفيش جمهور ولا في اي حاجه. انت عايز تلعب كوره بقى اروح خلاص، الاسماعيلي، عقد كويس اروح والعب كوره المصري. واخد فلوس. بس انا كنت متحدد لي 3 استغنات بس موجهين، مصر، اسماعيلي، انبي. اختار لك نادي. ليه بقى؟ هو كده خايفين اروح الاهلي. طب يعني هم ماشيين لعيب خايفين لعيب ده يروح اه الاهلي والله. يبقى لعيب جامد. اه والله خايفين اروح الاهلي. والوكيل بتاعي بالمناسبه اخد الفلوس ده بسبب معلومه من دي، بيقولوا ان الاهلي ممكن يفاوض صلاح الوكيل بتاعي اخد قدي مرتين. الوكيل ده بهدلك خالص. حاسس انه سبب مش في تفاصيل بس هو بسيطة. بهدلني فيه، يعني فلوسك بهدلني. خد اكتر منك المفروض بس دي شايفها مش دي عارف. يعتبر فلوس اصلا. ساعتها لا فلوس. بالعكس، هو ما بهدلنيش. مم. اللي بهدلك مجلس الاداره عندك وقرارك انت.